يعتبر موبايل اوبو رينو 11 اف هو افضل موبايل من شركه اوبو في الفئه المتوسط وتحديدا في الفتره الحاليه، علشان جاي بشاشه 120 هرتز وبمعالج دايمنستي 7050. ومن غير ما نطول كتير، اعمل سبسكرايب ولايك ويلا نبدا في الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهي التصميم. الموبايل جاي بوزن 177 جرام وبخامات كلها من البلاستيك، والموبايل جاي بظهر مصنفر شويه وطبعا في منه الوان مختلفه. وعندنا مربع الكاميرات فيه 3 دوائر، الدايره الاولى للكاميرا الاساسيه والدايره الثانيه للكاميرتين التانيين، وعندنا طبعا الفلاش في الدايره الثالثه. والموبايل طبعا جايب الحواف الحاده اللي بقت منتشره في اغلب الموبايلات. والموبايل جاي بمقاومه ميه اي بي 65، يعني الموبايل مقاوم لطرطشه الماء. بعد كده عندنا جزئيه الشاشه، واللي الموبايل بيتميز في النقطه دي تحديدا. عندنا الشاشه جايه بمقاس 6.7 من 10 من نوع اموليد، وبتوصل لعند مليار لون وب 120 هرتز، وبتدعم ال HDR 10 بلس، وكمان بتوصل ل 900 نتس و1100 نتس في البيك برايتنس تحت اشعه الشمس، وبتيجي بطبقه حمايه من نوع باندا جلاس. والموبايل جاي ببصمه تحت الشاشه سريعه جدا، وتعالوا نجربها مع بعض. بعد كده عندنا جزئيه الصوت. الموبايل ما فيهوش مدخل 3.5 مللي وجاي بسماعات مونو، ولكن صوتها عالي وكويس جدا، وكمان بتقدر توصل بيها لعند 300% من الصوت، ولكن الصوت بيكون مدغوش شويه. وتعالوا مع بعض نسمع الصوت بتاع الموبايل. بسعر حنين، فالريلمي رجعت بالفلاج شيب كيلر وهو الريلمي جي تي 6، وكمان بيتفوق على الفلاج شيب في بعض النقاط، ومن ضمنهم هو الشاشه والبطاريه، وكمان ما يقلش عنهم اي حاجه في الاداء. الموبايل جاي بظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك مع جزء لامع في الظهر وشكل ال3 كاميرات اللي احنا بقينا متعودين عليه. بعد كده عندنا الجزئيه بتاعه السوفت وير ومساحات التخزين. الموبايل جاي بمساحتين تخزين، وهي 128 جيجا مع 8 جيجا رام، و256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخه اللي معايا دي هي ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام. بالنسبه لنظام التشغيل، الموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد 14، وكمان بواجهه اوبو الكالر او اس 14، واللي هي واجهه مستقره جدا زي ما طبعا احنا متعودين من اوبو. الواجهه سلسه، وطبعا احنا ما شفناش عليها اي كلام، وفيها تخصيصات كتير زي ان انت تقدر تغير شكل البصمه، تقدر تغير الاولويز اون ديسبلاي، زي طبعا خاصيات زي الفلوتنج ويندو وسبليت سكرين. وبالنسبه بقى لجزئيه الاداء، الموبايل جاي بمعالج ميديا تك دايمنستي 7050، واللي جاي بتكنولوجيا 6 نانومتر، وجاي بمعالج رسومي مايلو جي 68. والموبايل طبعا في الاداء العادي مش هيأثر معاك في اي حاجه. الموبايل بيوصل في ببجي لعند 60 فريم لما بتكون عامل الاعدادات على سموث، وبيوصل لعند اتش دي ار وبيكون 40 فريم. وتعالوا مع بعض بقى نجرب لعبه ببجي. بعد كده هنيجي لجزئيه البطاريه. الموبايل جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 67 واط، والمفاجاه الكبرى ان الشاحن بتاع الموبايل موجود في العلبه، وده طبعا غير كل الموبايلات ما بيكونش جاي الشاحن في العلبه بتاعته، ودي نقطه تحسب للموبايل ده. وكمان الموبايل بيدعم الشحن العكسي من منفذ اليو اس بي تايب سي، والموبايل بيوصل من 0 ل 100 في 48 دقيقه بالظبط، ومن 0 ل 50 في ثلث ساعه. وبعد كده هنيجي لنقطه التميز في الموبايل ده وهي الكاميرات اللي موجوده وداعمه لمميزات الذكاء الاصطناعي. الموبايل جاي ب3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 1.7، والكاميرا الثانية وهي كاميرا الالترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة وهي كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.4. ويعتبر نقطة التميز في الموبايل ده وهو في الكاميرا ال 64 ميجا بكسل اللي بتوصلك ل 2 اكس زوم بتقنية انها بتدمج 4 بكسلات مع بعض، فبتخلي لك الصورة شارب حتى مع الزوم، فبتدي لك شبه زوم اوبتيكال لعند 2 اكس. والموبايل بيوصل لعند 4K 30 فريم في تصوير الفيديو و1080 480 فريم، وده الخاص بالتصوير السلو موشن. وعندنا الكاميرا الاماميه بدقه 32 ميجا بكسل وبفتحه عدسه 2.2 واللي بتوصل لعند 4K 30 فريم في الثانيه، ودي طبعا ميزه مش موجوده في اغلب الموبايلات اللي حتى اغلى منه في السعر. على فكره كاميرا الاي 54 ما فيهوش ال 4K، والاي 55 ما فيهوش 4K في الكاميرا. انت عارف الكاميرا الاساسيه الصبح هتقدم لك صور ممتازه، وكمان الدايناميك رينج بتاعها كويس جدا وبتفاصيل كتير بسبب العدسه ال 64 ميجا بكسل وبسبب فتحه عدسه الموبايل الواسعه وهي 1.7. كمان الكاميرا بالليل مش هتقل في التميز تماما عن الصبح. الموبايل برضه هيظبط لك الديناميك رينج جدا، وكمان التفاصيل بتاعت الصوره كويسه جدا ولكن اقل من الصبح اكيد، ولكن هيطلع لك صور مظبوطه جدا لو انت بتحب تصور بالموبايل بالليل. والموبايل بيصور لعند 4K 30 فريم، هيقدم لك تصوير فيديو كويس جدا والديناميك رينج بتاعها ممتاز. وبرضه الكلام ده بينطبق على الليل،
ولكن مش بنفس التميز اللي حاصل الصورة. وطبعا عندنا الموبايل ده بيقدم تقنية دمج البكسلات اللي احنا قلنا عليها، اللي بتخليك توصل لعند 2 اكس زوم، وبتقدر كمان تاخد بيها بورتريهات مع ان اصلا السنسور مش موجود في الموبايل. وطبعا الموضوع ده منقول عندنا برضو في الفيديوهات، بيصور 2 اكس زوم 4K 30 فريم. وطبعا الموبايل برضو فيه استابلايزيشن ولكن عند ال 1080 60 فريم، وهو ده الاداء بتاعه. بعد كده ندخل على الكاميرا الثانيه وهي الكاميرا الالترا وايد. الكاميرا الالترا وايد كاميرا زاويتها واسعه جدا، ولكن ادائها اقل بفرق ملحوظ جدا عن الكاميرا الاساسيه. هتبدا تلاقي ان الدايناميك رينج مش اظبط حاجه، وكمان التفاصيل مش افضل شيء. ودي تجربه الكاميرا الصبح، ولكن انت هتاخد منها صور كويسه جدا، مش هتكون صور بشعه يعني. وهتكون كمان صور يعتمد عليها ولكن ببعض الايديت. كمان الكاميرا الالترا وايد بتوصل لعند 1080 30 فريم في تصوير الفيديوهات، وهي دي تجربه تصوير الفيديوهات بالكاميرا الالترا وايد. بعد كده عندنا الكاميرا المايكرو، واللي انا عن نفسي ما بعترفش بيها ابدا، ولكن هي موجوده، بتخليك تصور صور على بعد 4 سم وبتفاصيل كويسه جدا، ومش عليها اي كلام كتير يعني. الكاميرا الاماميه في الموبايل كويسه جدا، وهتدي لك تفاصيل كتير ودايناميك رينج ممتاز جدا. هيكون في تباين في الصور والدايناميك رينج هيكون مظبوط. وطبعا الكلام ده برضو بينطبق على الصور بالليل، ولكن هتلاقي بعض النويز. بعد كده عندنا نقطه تميز في الموبايل ده، وهو انه بيدعم 4K 30 فريم من الكاميرا الاماميه، وهي دي الكاميرا الاماميه بال 4K في نفس الاضاءه اللي انا بصور بيها الفيديو. وبس كده يا عم، احنا وصلنا لنهايه فيديو الاوبو رينو 11 اف، وهو موبايل ممتاز جدا مقارنه بالسعر بتاعه. الموبايل جاي لك بتصميم شيك وخفيف وبخامات كويسه جدا، هي طبعا من البلاستيك ولكن خامات كويسه جدا. هو طبعا وفر لك في الخامات عشان يدي لك الامكانيات الجامده اللي في الموبايل ده. وطبعا عندنا الموبايل جاي باداء متميز جدا، اداء في المهام اليوميه هيكون كويس، وكمان في الالعاب، فانت لو جيمر الموبايل ده ليك. وعندنا طبعا شاشه اموليد بتوصل لعند 120 هرتز، ودي حاجه كويسه جدا في سعر الموبايل ده. وكمان عندنا بطاريه الموبايل بقوه 5000 ملي امبير، واللي هتقضي معاك اليوم مستريح جدا. وحتى لو خلصت انت بتقدر تشحن الموبايل بسرعه جدا بسبب الشاحن ال 67 واط اللي موجود في علبه الموبايل ببلاش. وطبعا جاي بكل المميزات اللي من واجهه اوبو، وهي السلاسه والاستقرار مع واجهه اوبو، والشبكات طبعا اللي مظبوطه جدا في موبايلات اوبو، وكمان بصمه سريعه جدا تحت الشاشه. وكمان عندنا الكاميرات بتاعه الموبايل كويسه جدا، وبتقدر توصل لعند 2 اكس زوم، وتقدر تاخد بيها بورتريهات، وده طبعا بيكون بالسوفت وير. وطبعا الموبايل زي ما قلنا بيوصل لعند 4K بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه، ودي حاجه عمرنا ما شفناها في السعر ده، وفي موبايلات اغلى منه كمان ب 5 6000 جنيه. ونيجي لاخر نقطه وهي سعر الموبايل. الموبايل ده ممكن تلاقيه في حدود ال 12000 11000، لو في اماكن غاليه كمان ممكن يكون ال 13000. ولو انا تحديدا النسخه اللي معايا دي 256 جيجا ب 11800. وبس كده، قول لي بقى رايك تحت في الكومنتات في الموبايل ده، ولو عاوز مقارنه بين الموبايل ده واي موبايل تاني عرفني برضو تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، واشوف وشك على خير.